واخيرا زرت المتحف المصري في اخر زياره ليا لمصر، وحقيقي المتحف ابهرني وخلاني فخور جدا ان انا مصري. والتجربه كانت سهله وبسيطه، من اول ما بتدخلوا الجولف كارز بتنقلكوا لحد الباب، وهناك تقدروا تشتروا التذاكر، بس الافضل تجيبوها اونلاين بسعر 200 جنيه للمصري و30 دولار للاجنبي. واللي ابهرني من اول ما دخلت المتحف هي كميه الاجانب والجنسيات المختلفه اللي جايه من كل العالم عشان تزور المتحف المصري. والمتحف فيه كميه تماثيل ومومياوات اكتر بكتير من اللي انت ممكن تتخيله، وكل حقبه عدت في تاريخ مصر وكل الحكام اللي حكمونا. شيء حقيقي يحسسك بالفخر باجدادنا الفراعنه. وفي اخر دور من المتحف تقدر تشوف الاهرامات بالشكل الجميل ده. ولما اتمشيت شويه في المتحف لقيت تماثيل كتير بتعبر عن الحكام اليونانيين اللي كانوا موجودين في مصر. ولو لقيت اي حاجه في المتحف انت مش فاهمها او مش عارف ايه هي، هتلاقي كلام تحتها او جنبها يوضح لك بالظبط هي عباره عن ايه وباكتر من لغه كمان. ورغم كل التماثيل والتحف اللي انا صورتها دي، بس ما تجيش حاجه في الكم الموجود في المتحف. شيء حقيقي مبهر بالنسبه لنا كمصريين وبالنسبه للعالم كله. وبعد ما تخلصوا التور في المتحف هتلاقوا اماكن تحت بتبيع حاجات لذيذه جدا ممكن تاخدوها كذكرى، غير طبعا الاماكن الكتير اللي ممكن تاكلوا او تشربوا منها حاجه زي زوبا ودولاتو وبيتر سويت. وفي اماكن كتير جدا ممكن تتصوروا فيها هناك، فما تنسوش تعملوا كده عشان هتكون ذكرى ما تتنسيش.